أهلا بيكم في حلقة جديدة. حبينا نعرف الأمانة هل هي صفة عندنا ولا ممكن نتعلمها؟ وطبعا ما لقيناش غير صحابنا العباقرة نجيبهم ونسألهم. ما تيجوا نشوف هم. عاملة ايه؟ كويس. اسمك ايه؟ كلارا. كلارا. ازيك؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ كرولس. ازيك؟ كويس. اسمك ايه؟ ربيع ريمون. دلوقتي لو انا ماشية في الشارع ولقيت فلوس ينفع اخدها؟ باخدها واروح لأي كنيسة أو أي جامع أوديها لحد هما يعرفوا يجيبوها، أو أي اسم قريب هما هياخدوا البيانات ويعرفوا. يعني بص الشارع مفيهوش حد، انا لوحدي ماشي وفي فلوس واقعه، فانا عوضتي اخدها واروح اشتري بيها حاجه حلوه. النهارده ما محدش شايفني. ما هي دي اسمها سرقة. سرقه؟ مش سرقه يا عم، ده مرميه في الارض. سرقه دي لو انا خدتها منك. برضه اسمها سرقة. برضه اسمها سرقه؟ ليه؟ دي بتاعت حد. ما هي مش بتاعت حد، يعني مفيش حد بتاعته، مفيش حد في الشارع، انا بس اللي ماشيه ولقيتها. ممكن تكون وقعت من حد. ماشي، ما مش خلاص هو مش هيسأل عليها، فانا اخدها بقى اروح اشتري بيها حاجه حلوه. لا مش هينفع. مش هينفع؟ طب ماشي، بس عادي يعني، عادي لو كنت خدتها واشتريت بيها حاجه حلوه. مش هينفع. يا ابني هروح اجر بيها ساعه كوره. لا برضو. ليه؟ ما ملهاش صاحب، ما فيش حد، هي مرميه وما فيش حد حواليا وما فيش حد شايفني كمان. لا ربنا هو اللي شايفك. ربنا هو اللي شايفني؟ ما ماشي، ربنا شايفني بس شايف انها ما فيش حد، يعني مش بتاعت حد. عادي ممكن تسألي عليها. ولو سألت عليها وما لقيتش صاحب اخدها عادي؟ لا تشوفي يعني تدوري، لو انت لقيتي حد اديها له. ولو ما لقيتش اصرفيها. اصرفها عادي؟ ايه الحلاوه دي؟ طب هقول لك حاجه، لو انا بشتغل مع مدير ماشي بس انا ما بحبوش، يقعد يطلب مني شغل كتير بقى وبيقعدني متاخر بقى والكلام ده، بس باجي قدامه بقول له ان هو احلى شخص في حياتي، ايه رايك؟ لا. ليه؟ لازم نقول الصراحه. ما ماشي اقول الصراحه، بس انا لو قلت الصراحه معاه ممكن يرفدني او ممكن يرخم عليا اكتر. تقولي له عادي، هو اكيد يعني هيسامحك. هيسامحني؟ لا ده هيرفدني، مش هيسامحني. ما ممكن يسامحك عادي. ممكن يسامحني عادي. مش فاهم. مش فاهم؟ بص يعني مثلا انت ماشي، انت فابيو، انا مش بحبك قوي ماشي، بس باجي قدامك بقعد اقول لك انت حبيبي وانت احلى حاجه في حياتي، ده صح ولا غلط؟ صح. صح؟ ازاي؟ ازاي يا جدع؟ الله. صح ان انا يعني بخليك مبسوط وكده بس بضحك عليك، يعني انت بتبقى مبسوط ان انا بحبك بس انا بضحك عليك، انا مش بحبك، فدي حاجه صح ولا حاجه غلط؟ غلط. حاجه غلط ولا صح؟ ما انا غلط. بخليك مبسوط. غلط. غلط؟ بس انا شايفاه صح عادي يعني. لو انا قاعده مع صحابي ماشي وكنت بحكي موضوع وفي جزء من الموضوع انا ما رضيتش احكيه، عشان لو حكيتوه لصاحبي ده ممكن نخسر بعض او علاقتنا تتقطع ماشي، فعادي، ما يعني عادي الموضوع هيعدي ولا لازم اصارحه بالحقيقه؟ لازم نصلح. ما عادي حتى لو خسرك لازم تقولي الصراحه. ماشي، اقولها له ازاي؟ ما انا مش عادي بقى، مش مشكله، دي حاجه صغننه. لا مش هينفع. يعني انا شايفه عادي، يعني انا شايفه الموضوع ده عادي. غلط. غلط برضه؟ هو ليه كل ما بقول لك حاجه تقول لي غلط غلط؟ ليه؟ ما انا حكيت له الموضوع بس انا خبيت عليه جزء صغير. لا لازم تقولي له عادي، قولي له ما ممكن يسامحك عادي. وممكن ما يسامحنيش. لا صدقني هيسامحك ممكن. انتي كل الكلام ده هيوصلنا لحاجه اسمها الامانه. عارفه الامانه؟ انت تعرف ان كل الحاجات دي زي اني ابقى امينه في مشاعري وابقى امينه في علاقاتي او ابقى امينه في الفلوس او في الوقت بتاعي بتتسمى امانه. تعرف حاجه زي تعرف كلمه امانه اصلا؟ ما تعرفش كلمه امانه؟ ما عدتش عليك صح؟ انت بتضحك ازاي يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب؟ تعرف كلمه اسمها الامانه؟ طب لو عدم الامانه دي بقى
عدم الامانه اللي هي عكس الامانه. كده. الكذب ممكن، ماشي، هي حاجه من ضمن الكذب. هل ممكن بتاثر على المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ ازاي هتاثر في المجتمع ازاي؟ ما عادي انا لو خبيت حاجه صغيره هتعدي. لا، لو قلت لحد ان انا بحبه مثلا وانا ما بحبوش، ما انا كده قلت له حاجه حلوه. يعني انا لما اجي اقول لك ان انا بحبك مثلا، بس انا ما بحبكيش، بس انا جيت قلت لك ان انا بحبك، مش الحاجه دي هتفرحك؟ ماشي، فهتاثر في المجتمع ازاي بطريقه وحشه؟ لا هبقى بضحك عليكي، صح؟ طب ما انا لو سالتك بقى ان عدم الامانه بيأثر ايه على المجتمع، عارف؟ مش عارف ليه؟ ما تعرفش؟ طب هقول لك على حاجه تاني. طب صفه الامانه دي، ان انا ابقى شخص امين، هل دي صفه موجوده فيا ولا ممكن اتعلمها مع الوقت؟ لا، نتعلمها مع الوقت. ممكن اتعلمها مع الوقت بجد؟ طب ازاي؟ تعرف؟ ما تعرفش، بس احنا ممكن نتعلمها مع الوقت. لا، صفة عندنا. صفه عندنا؟ يعني لو انا شخص مش امين ما ينفعش ابقى امين بعد كده؟ افضل ما عنديش امانه؟ عندنا آية في الكتاب المقدس بتقول: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، فادخل إلى فرح سيدك. وسألنا أولادنا وقلنا لهم الأمانة دي صفة عندنا ولا ممكن نتعلمها مع الوقت؟ انتوا إيه رأيكم؟